النهاردة هعرض لكم قصة غريبة وعجيبة جدا ولكنها مليانة بالعبر. أحيانا بيحصل حاجات حوالينا بنقول ده عمل درامي، مش ممكن، دي مليانة مبالغة وأكاذيب. طب احترموا عقول الناس اللي بتسمعها. ولكن الحكاية اللي هقدمها لكم النهاردة في الفيديو ده هي غريبة وحقيقية ومخيفة، ولما تسمعها مش هتصدقها لكنها حصلت بالفعل. حكاية اجتمع فيها الصدمة والذهول والفرحة في نفس الوقت. حكاية شيخ مات وأهله صلوا عليه وشيعوه ودفنوه. الشيخ ده مات لمدة 3 أيام، 3 أيام قابل فيها الأموات. حصل له حاجات كتيرة جدا فيهم. بعد ما مات 3 أيام يشاء ربنا إنه يرجع للحياة ويرجع لأهله من تاني، يرجع يقعد في وسط قريته اللي متجمعين حواليه بيبكوا مش مصدقين إنه رجع لهم للدنيا تاني، وبيسمعوا منه قصته اللي شافها في ال3 أيام دول، وصوروه ونشروا لنا الفيديو ده للعبرة. أسيبكم تسمعوا القصة دي من الشيخ نفسه. القصة دي مش جديدة ولكنها قديمة ولكن مليانة بالعبر، مؤثرة جدا وفيها حاجات مهمة جدا. يلا نسمعها سوا. من يا شيخ خلي شو اسمه بدك تشوف صورة من الله يصورك بالجنة أنت والخلق فوق. آمين. كذا سولف لنا بالله مالتك الموتى مالتك. أنكم نبي تصلون عليه. الله صل عليه وسلم وبارك على الذات المحمدية. الله يكون رقيب، والله شاهدي، والله ناظري، والله حاضري على ما أقول. هاي السالفة اللي الله سبحانه وتعالى قدرها بقدرته العظيمة. كانت قبل سياحة مو سياحة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فارقت أهلي من صغر سني لما جيت عليهم ما عرفوني. جيت من حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومريت وين للكعبة، ومن الكعبة جيت لبغداد أسأل على أهلي. مشي ورا أدور على أهلي. الله. طبيت منطقة المحمودية، وكانوا أهلي باليوسفية منطقة المفرج وقراقول وقرطان وياش. شبعت شتل على الحال اللي صايرة بيه. طبيت أهلي. لما طبيت أهلي أبويا الله يرحمه ويرحم والديكم عرفني، لكن ما حاجاني بس يرفع براسه، يرفع براسه شوي. ورحمت أمي واخوتي ما عرفون. كم سنة مفارقهم؟ كم سنة؟ يقولوا 15 بديش كتب. الله. ما أدري. وأمي تحط خبز بالطبق وتدفع بالعصا علي، ما تعرفني. يا الله رحمت أبوي، الله يرحمه ويرحم والديكم. يا رب هذا ابني خليل، ليه تدفع لي الخبز الدفع؟ توني مديت ايدي على الخبز شفتني ابوي وكان يتشتفني كتاب، هو واخوتي وعمامي. كل ما يشتفوني يطق الحديد من رجلي من يدي، كل ما يجيبون حديد يشتفوني ويطق الحادث. ما عنده اليومين جا رحمة محمد النامس ورحمة احمد النامس ورحمة الشيخ حسين كالددان يوسفية. اي جبغاد على سلطان حسين. شلون ربعك يغزونك وتعرف. ورحمة عبد الكريم ورحمة عبد الله بالحنظل. ما شاء الله. ربعك تريد ان تعنيها ببالك. ابو الحنظل سيد. قام ابوي يفتر بالديوان يقول قمت ادق بالطار والمشايخ صار عندها كلها اخبار. الله. يهنا ظليت كم يوم قلت له يابا، قال ها يابا. قلت له اريد اخوتي يسووا لي صريفه ويا الشط، تقعد ويا الشط. سووا لي صريفه وقعدت ويا الشط. يا شاب. شط الفرات اللطيفيه. وحاط ايدي على خدي وصعب ما اعرف الدنيا تغرب ولا الشر. اراني الطيف ما شفت بشر، بس سمعت سجل خليل ابن امونه الساعة 3 ينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. ايش وقت يا سنة؟ الفجر. يا سنة؟ ب72. وكان أبوي يجيب لي دهنة وحليبة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد، نسميها قميعة. وجاني أبوي يبكي. قلت له يابا، قال يابا ترى شيء بلغني الله عادك إلي، والحمد لله راح تموت بين يدي، وربي شاهد على ما أقول. لما صارت الساعة ب3 بدأ التشبيه من رؤوس الصابع، بدأ التشبيه. جاني أبوي الله يرحمه ويرحم والديكم، أبوي يبكي قاعد لحد الآن يتسب قلبي، وربي شاهد. وكان يطلعوني برا، قال ها يابا
قلت له يا يابا الطار سلفه هلا بي وهلا بي اللي كتبه وهلا بي اللي ارسله هلا بي. وصل التشبين لحد حزامي وكان انفق وابوي يحطني بحضنه. والله عظم له والله شلت بغير عالم مو بهذا العالم. ولان واحد عنده صبوره اخذ من هذا الباب والباب باب الله ان شاء الله هو الفاضل وواجد علي ابنه ويكتب. صار التشبين على حد حزام كان يقول لي اقرا واقرا. قريت في سكرات الموت اقرا قريت الصبوره كلها. قال انه ختمت القران 100 مره وفسرته 200 مره بهذه القرايه. هذا اللي يكتب ام الصبوره ما قال لي اقرا. انت قريت فسرت 200 مره لو اي قال لي اقرا. قمت اقرا امي ما ادري بها على تعرف انت قريته كله. قال قريته 100 مره وفسرته 200 مره. والله يا هنا لما قام يصعد التشبين شلون وصل صفرة صارت بيني وبينها البعدة وعندي الشوف وتشانم قرب عيني. هسه الظلال يصعد. لما صعد الظلال اسمع صياح اسمع فشل. لكن يا اخوتي اسمع ما اشوف بعد ما انت بلحظة وحين لما ادحد موجهين الجثة مالتي ويطمن عليها النسوان. والله اسالهم ايش جاي يسوون ما حد جاوبني. ما حد يجاوبني نهائي. اطوف على خياتي ووحده من خياتي تقول تطيب نستاحش لوق الوالينا. ووحده من اخواتي تعد النسوان واقعد يا نايم ضامونه. والله شهد على بعض. قام يغسلون بالجثه واسال بهلي وما حد بعد يجاوبني. شفنوها وما حد بعد يجاوبني. قبل ماكو توابيت سووا شريجه تذكرها خشبات شريجه وحطوا الجثه وكان يصعدونها بالسياره ولان بصف الجثه مالتي راشد وطبقت قرطان والمفرج وقراغور ويثورون بشوك ويهوسون واسالهم ما حد بعد يجاوبني. وانا قاعد ويا الجثه مالتي وصلوني يحفرون اقول لهم لما تحفرون ما حد بعد يجاوبني. كنت انت بيا قريه بقراغور بالمفرج بجنب بقراغور وانا بالمفرج اللطيفيه. اللطيفيه وكان يعزاز قلبي ويحفرون واسال ما حد بعد يحاكيني. لما حطم هالجثه بهاللحد اقول لهم شو الجثه حطيتوها باللحد ما حد بعد يجاوب. وقام يسطرون طابوق اخر طابوقه من برجلي ويجيني مبيض شلون وليدي الا ما حرم الله. لقطني من ايدي لما قال ادخل بامر الله ادخل بامر الله. لزمني طبيت وياه. لما طبينا جوا اخر طابوقه من برجلي. والله شاهد على ما اقول. ولن ذيش الحديقه ما ثيل ما تنعد لا لها حد ولا لها طرف ولا لها نيشان. ما لها حد ارى الصحراء وفتر وياي اخر ما تبقى. قلت له انت منه؟ قال اني عملك. قال إذا أراد الرحمن راح أذهب ويأتونك ثلاث. راح أذهب ويأتونك ثلاث. اشتار اسأل ما معنى الششو يا حجي اسأل. اشتار اسأل. لما طلع ما ادري وين راح. لذاك ذيش الثيل والأرض الواسعة ولن بهاللحد وحشة ما منها وحش. جوني ثلاثة هم من بيضين. واحد حلو الله منوره الله ينور جميع الإسلام. واحد منور لزمني من ايدي اليمنى. واحد اسمر يمشي وراي. واحد عبد وكنا عبيدين الى الله لزمني من ايدي اليسرى. قالوا لي هم اشتارى اسأل. اول ما جابوني على عجوز عدا 3 قدور. العلمنا مليان ببياض والعريسرا ببياض وجدر بالوسطاني بجمجمه مرات هالجمجمه تصيح ماكو تفتر بالجدر. قلت لهم هاي شنو؟ قالوا هاي عندها در حلال ويطلبون منها بياض ما تطير تقول ما مش ما لها غير بس الماء مش. جابوني على شايب. الشايب مقرمز هدومه مبهدل ممسخ وقدامه اللبه نارها شو
قلت لهم هذا شنو؟ قالوا هذا ما مطلب حياته غير نفطات جايب البصلة بهيش عبارة بهيش عبارة. جابوني على حرمة، الحرمة معلقة من شعر الراس والنار تلقب من جو وهي صاعدة فوق بصف جورة مال نار، لأن جورة مو بالقاع شنها بحاير ويجرون ويغلون من هالنار هاي وتشوون. قلت لهم ها شنو؟ قالوا هذا للسافرات. يا ويلهم من الله ويا ويل اللي طهم مجاء ويجيبوني الله شاهد علي على حرمة، الحرمة معلقة من نانا من زردومها وفاكة حلقة ومثل الرصاصي كنت منها وفاهمين هذا شنو. قال هذا السمسرة السمسيرة وضع ينطق سمسرة فاهمينها. ويجيبوني على الزمة حاطينها على ثديه ويمد يديه وينزلون مثل اوتي عليهم انه صاح وخردي. هذا عذابه يابا. هذا شنو؟ ما قلتم يابا لكن احنا بالعالم ما هذا. قالهم هذا اللي يسرق اموال الناس، اللي يسرق اموال الناس والله يا وليدي الحواصل. ويجيبوني على الزمة شو يسوون؟ وشبحينها شبح ويجيبون ويغلون منها الكرة مال نار وتشوون بذرعانه ويشوون بطنه. هذا شنو؟ قال هذا اللي يقتل النفس من غير حق حرم الله قتلها، هذا عذابه. شوف يا ولادي. ويجيبوني على شايب، الشايب ليش ادحجنا وابكي بحن اخوي وحشاكم انتم. يقول ده بخنزير ويتمشى. قلت لهم هذا شنو؟ قالهم هذا الشاي، هذا الخنزير ابن هذا الشايب، هذا عايق الوالدين الله قلبه خنزير هنا بقدرته وابوه مات وراه داعى بيجا يقول ديتنا ساحة الرحمن. والله بيجي عبارة اقول غادي ابويا يشفع له والله بعيني. لكن نقول غادي وهنا ما يعرفونا يا ولد. ويجيبوني على الزمة شابين تشبوا بهالنيران تشوفوا كلها صياغ كل من على قد مقدار عمل. يابا هذا شنو؟ قال هذا انتهيك حظ الناس. ويجيبوني على الزمة معلق من لسانه ويعيط بس يعيط. هذا شنو؟ قالوا هذول الكذابين. ويجيبوني على لما الزلم لها قرائع حمر تنزل عليهم نجمة من السماء تضربهم يتطشرون. هذول شنو؟ قالهم هذول السحرة ربي شاهد على ما أقول. ويجيبون على الزمة مشيشين الشيش بزرزومة هنا. ايوه خير هذا يحطوا الاخر. هذا شنو؟ قالهم هذول شربت العرق الخمر يقولون يشربون الخمر. خلي يسرحون يروحون مو جدي ربي شاهد. ويجيبوني على البحر حمر ويتفاور وفي الزمة يسبح واكو طير فوق العنة ما ادري شو يحط بحلقه وطمس. هذا عذابه. قلت لهم هذا شنو؟ قالهم هذا ماء من الحميم. هذول اكال الربا لهم لقمه الزقوم. الله اكبر الله اكبر والله يا جدي والله صادق. هاي شيء شفته بالحين مو ما تشوف هذا. الله. قلت لهم اريد عمي. جابوني على عمي عنده توثه مثل مظله سولفتها نوبات تذكرها وحبي مي وحاطيده على خده. جيت اشرب مي طردني ما انطاني اشري بيده ما انطاني. وجابوني على جسر ابيض من الثلج احد من الغيده. ابيض من الثلج احد من الغيده. واحد والجسر محني شلون حنية السيف. جابوني واحد مبيض ذاكر الله منوره سبحانه وتعالى على يدي اليمنى. جابوه قال ما هذا؟ قال كلمة ابن الحجة. قلت رضيت الله ربي محمد نبي والقرآن كتابي والكعبة قبلتي والإسلام أخواني وأنتم وإحنا على قولي تشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قبل كلمة أمشي على الجسر يتوسع الجسر. الله توسطنا الجسر على ايدي اليمنى مثل جير يتناغر. جير قبل نسميه زفت يتناغر. وعلى ايدي اليسرى دخانه سوداء ما منها سواد ولا شيء بحياتهم. قلت لهم هذا شنو؟ قال لهم هذا
هاي للظالمين وهذيش عدت للكافرين. ذيش عبارة يجي. قلت لهم هذا العبرناه، قالوا هذا جسر صراط المستقيم. الله. وواحد عبد براس الجسر قال ما هذا، قالوا له هذا مسلم محمد. عليك؟ اي والله مسلم محمد. يا. ويجيبون على كوم درم بيضين قاعدين بحديقة والعنب فوقهم الرمان والزرع. قلت لهم ما هذا، قال هذول الصادقين. الله. ويجيبون على جماعة النوب برتقال وذاك الخير من الله مكوم. ما هذا مجاميع ترى ها. قالوا هذول الصابرين. كانوا كلها منازل يا ابا. الله. كانوا مو كلها سوا. اي والله. المنازل. ويجيبون على بيش الشباب الضحك غاد ماكو، اجل ماكو بس تمشي. ويجيبون على ذيش هالعالم شلون طيور البيض تفتر. قلت لهم ما هذا شنو، هذول شنو؟ قالوا هذول الشهداء رب الشهد. واحنا نبكي مو نبكي على الفرقة صار خير من عندنا. ويجيبون على جماعة شلون لبثناها بعد أكثر قاعدين على ثيل، وثيل بصفة 3 أنهر 3 أنهر شهد الله. نهر أبيض ونهر مية سماهي والنهر الآخر والله ما عرفته. أسود. يمكن لبن. أسود. لا والله يا جدي. أنت قلت أسود. لا لبن يا اخي. أملا عيشة سماعي. قلت لهم هذول منو؟ قالوا هذول أنه العابدين الله سبحانه وتعالى بإخلاص. هذا لهم نهر من ماء ونهر من خمر ونهر من لبن. لذة النشارك. ويجيبون على شايب بحلا أخويا الله باشر يحاسبني. نفرع ويهرول قدام قلوبات نعم. شو اسمه هذه الشمعاتيش حمر وخضر وصفر تجادحه. قلت لهم هذا شنو؟ قالوا هذا القارئ القرآن وتاغنى، هذا كل حرف ينور له الله نور بها، متونس مرتاح. الله. والله يا ويجيبون على جماعة يمشون، لكن اشوف العنب وياهم يروج شلون الشرطة تنسح وتقوم. قلت لهم هذول شنو؟ قال ذولا علماء، ذول العلماء ورثة الأنبياء اللي يحشون بالحق، هذول ونستهم هناك. الله لكن الهلاش كتني أذاني، الهلاش أذاني يا خي أذاني. عطشت؟ وعطش بنصر. قلت لهم هاي عطشان. جابوني على حوض، الحوض السياج مثل الصبابة لكن مية والله له نهاية يا جدي، له نهاية خضر وبيه طيور حمر وخضر وصفر. اشرب بأمر الله، واشرب واغسل وجهي وعلى حسب الاصول وبيه طيور. قلت ما شنو؟ قال هاي طيور الرمل يقع من امه يسبح بحوض الكوثر. هذا شربت انت من حوض الكوثر. اللهم صل عليك يا قلت له اريد مكاني وين؟ قال بأمر الله سير نشوفك مكانك بأمر الله. جابونا على جبل، والجبل عالي والعالي وجه الله. صعدوني من الأرض السهلة إلى الجبل كلها. تعرف الحلبلاب قبل؟ الحلبلاب هذا المدين، السير مثل المدين. صعد من الأرض السهلة إلى رأس الغنم. افتحوا لي أول غرفة مليانة قرآن كله للسقف، افتحوا لي الأخرى نفس الشيء، وافتحوا لي الغرفة الثالثة بها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. شلبت قلت لهم خلوني، لا ما حد خلاني، خلوني. قالوا لا وراك محكمة. الله. كلها يبوه وراك محكمة. الله. نزلوني ما خلوني، جابوني فوتوني بنص وادي. الوادي منها عالي والعالي وجه الله، منها عالي والعالي وجه الله، اكو نور بنص الوادي. قال إذا أراد الله ودوا للحاكم وعيدوا إلي. قلت له منها؟ قال هذا وادي العقيق وهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نبيكم. اللهم صل على سيدنا. ودوني للحاكم، الدفتر يطلع أقل نص متر وعريض، وقال يكشف بالأوراق، يكشف شوف الشوك وماكو بهالدفتر. حتى واحد اسمه عبد كاظم عجاج عالم، الورقة مالته للنص سوداء بعده. طيب ترى هم بلغته، سبحان الله. هم بلغته. والقى اسمي هنا مسدس، مو هنا أنا الطرف الورقة. قال هذا خليل ابن أمونة
احنا دزيناكم على هادي ابن أمونة يعيش 100 عام ترجعون بإذن الله ترجعون المكانة، وشان يتمم الورقة وشان أمضي هنا بالطرف. أعيدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. جابوني للرسول صلى الله عليه وسلم ما شفت جسد حج عباس، لكن نور. جابوني نور تكون كالبشر وبيده باكورة حمراء. قال بلغ يا خليل ابن أمونة يأتي زمان على أمتي يسودون هدوم، لو غترت البيضاء تنجلب سوداء لا يطبق سماها على أرض. وبارك الله بك لأنك من الصابرين ومن الصادقين. ويحط الباكورة على ايد اليمنى، قال هاي بالحسنات، وعلى ايد اليسرى بالسيئات. قال وحق من روح بيد اللي خلي الدمار ينكتب على السيئات ينكتب محمد، ما عليك اي هذا بامر الله تعالى. لما رجعوني مددوني تشاهدت وضربني الاسمر بدفره برجلي، وبالضربه مات اكو شق براسي. راح اشوفكم وياه ثاني حجار ولحد وحجر. تعال شوفوا مهن، تعال شوفوا الشق، شوفوا هنا يمك ايه مثل الشق هنا. هذا الشيء شوفه. شفته. شفتوه؟ هذا اللحد. ها يابا رايحين جماعة على رحمة أبوي قالونا أرونا بالطيف يابا إن ابنك طيب روح افرق. لما جمع حفروني لفوني يابا بقطن قبل ماكو الحف شفوف، لفوني بقطن وجابوني. ظليت بس ادحج اشوف لما عندهن ما اقدر اشيل ايدي حرقي برد. ضربك برجلك مو ضربك برجلك؟ ضربك مو هسه ضربك برجلك بالكرك؟ اي هذا من عوروني بالحفر من حفروني. اي هاي ضيقه. الله. اي هاي الكرك. اي هاي شوفها مو شكل قلبه كانوا بالكرك شوف عوروني. اي شوفها يابا. اي هلا احسن. لما قالوا لهم عاد انت ها يابا والله تعرفكم الوهابية كاتبين صخرة عن دراسة وفاة يوم 13/4/72 وحياة يوم 16/4/72. 3 أيام 3 أيام ثانيين. وأرد أقول يا أسلام تراكم على خير، يا أسلام اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يا أسلام ارجعوا إلى الله، يا إسلام ترى الله ما يعوف عبد الله يعلم بينا. والله شاهد على ما أقول من ذاك التاريخ لهالتاريخ. ولا أخي الدن بس لي شنو هاي عرب دخلت الدن لا ترست بطني، لأن أريد أحاسب نفسي، أريد أخاف وأفلس من ذاك المكان. أو خلي العالم له حالة قدام ولا يلومون إلا أنفسهم، الشيطان ما يفيدهم وتعيشون وتسلمون. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يرحمك. الشيخ اللي سمعتوه ده سواء صدقته أو لا، ولكن هقول لك بعد كده وهجيب لك قصص من ناس بالفعل راحوا حياة البرزخ، شافوا حاجات احنا ما شفناهاش ورجعوا حكوها لنا. تصدق او ما تصدقش دي حاجة ترجع لك، ولكن بحكي لك تجربة لشخص. ازاي ده يحصل ازاي ما يحصلش دي حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى القصة تكون عجبتكم. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.